بسبب ضغوطات الحياه، وبسبب انه يعني الوالدين مشغولين عن الاطفال. وفي نفس الوقت يعني هم بحسوا انه يعني هو الجهاز هذا انا مسستمه انه يتفرج على جيمز مثلا، حيستخدمه بالالعاب وكذا. مش متخيلين انه هاي اللعبه للأسف الشديد ممكن من خلالها تكون الإعلانات اللي للأسف الشديد منتشرة انتشار مش طبيعي، اللي هو في الألعاب الأطفال بين كل فاصل وفاصل بيظهر مشهد إعلاني مخل أخلاقيا، مخل للطفل. مش عارفين انه ممكن الطفل للاسف يألف هذه المشاهد، أكيد. يعني يتعود على هاي المشاهد مع المستقبل، وتصير بالنسبه له حاجه عاديه جدا من غير ما نشعر، من غير ما نحس. ينشأ جيل مش متربي على قيمنا واخلاقنا العربيه، وفي نفس الوقت بيدخلوا له ثقافات للاسف احنا يعني بغنى عنها، مثل المثليه، مثل حاجات كثير. وحاجه يعني ايش بدي اقول لك، حاجه اللي هي المفروض ان هي مدعاه للبراءه، مدعاه انه الطفل هذا يعني يكون ينبنى على اساس نظيف ابيض بريء. هم بيزرعوا فيه هاي الانماط من السلوكيات الغير اخلاقيه. مازن ميديا برودكشن.